قبل ما نبدأ في النهارده حابب اقول لكم صلي على النبي. في النهارده هيكون الحلقه السابعه من حكايه ريو. بنساكن مطرح ما وقفنا مع ريو هو وجين وهما نازلين في الاسانسير، وريو كان باين عليه ان هو متضايق، فجين بتساله مالك، وريو بيقول لها لا انا ما فيش حاجه، لو كل حاجه مشيت حسب الامور اللي احنا مخطط لنا فتبقى حاجه حلوه، انا ما عنديش اي مشكله. وبيفتكر لما العملاق قال له في ان السلاح بتاعه مش هياخد وقت في ايده وهو هيعمله في اسرع وقت ممكن، وهو ما يعرفش بالظبط هو ايه الوقت المحدد اللي هيخلص فيه. ولو انت عايز السلاح بتاعك يطلع باحسن جوده ممكنه فانت لازم تلتزم الصبر، وهطلع لك السلاح باحسن جوده ممكنه وهتشكرني عليه. وبعد كده ريو هو وجين بيخرجوا من الشركه، وبيكون الليل ليل عليهم، وجين بتقول لريو عايزين نبقى نفضي نفسنا في يوم من الايام عشان نتدرب على الاختبار الكتابي. والاختبار الكتابي ده هو واحده من الاختبارات اللي هم هيخشوها عشان يخشوا مدرسه المغامرين. وريو بيقول لها ماشي انا ما عنديش اي مشكله، شوف اليوم اللي يناسبك وانا ما عنديش مشكله. وجين بتقول له بالمناسبه يا ريو، مين الحكاوي اللي انا بسمعها على ابوك؟ الظاهر كده ان ابوك كان واحد من اقوى الاشخاص اللي في كوريا، وانا معجبه جدا بيه، وانا عمري ما كنت اتخيل ان ابوك هو اللي يخلص الزنزانه دي لوحده. ابوك قوته في حته تانية خالص يا ريو، وبتحب ان هي تلطف الجو شويه وبتهزر معاه، وبتقول له هو ابوك بياخد استراحه دلوقتي ولا ايه؟ وريو بيتضايق وما بيتقبلش الهزار بتاعه ده، وبيقول لها انا ماشي دلوقتي وبشوفك بعدين لما تحدد اليوم اللي احنا هنتدرب فيه، بيرن عليا وانا هاجي اوام. وبيسيبه وبيمشي، وهي كمان بتركب اللامبورجيني بتاعتها وبتمشي، وبتفتح ملخص موضوع بتاع ابو جين لما خلص الزنزانه من 30 سنه فاتوا عشان تتاكد من الموضوع. وكان مكتوب فيها يوجين مش هو الشخص اللي انهى الزنزانه دي كلها اشاعات، اللي خلص الزنزانه هم 5 اشخاص من الرتبه العاليه، ويوجين ده هو ابو ريو. وجين بتكون عارفه وبتقول في نفسها يوجين هو انقذ 5 الاشخاص اللي خرجوا من الزنزانه، وبدل ما هم يشكروه جايين دلوقتي ويقولوا ان هم اللي خلصوا الزنزانه لوحديهم، ويوجين ما جاش الزنزانه خالص. وال5 اشخاص دول هم دلوقتي واخدين اللقطه، والناس ما تعرفش ان هم سرقوا مجهود شخص تاني خالص مش في الحسبان اصلا، وهم ما يعرفوهوش. مع ان انا مش مصدق الموضوع ده، بس اكيد العملاق الاحمر عمره ما هيكذب عليا، وهو هيكذب عليا ليه؟ هو انا كنت مرات ابوه ولا ايه؟ ولو هنحسب بحسبه صغيره كده من المهارات بتاعه ريو والذكاء بتاعه، فده يبين ان ابو ريو هو كان شخص اسطوري في زمانه، ولحد دلوقتي الناس مش عارفه الحقيقه، ولحد دلوقتي الناس ماشيه ورا الكذب ومصدقينه بعينه، ومش مصدقين خالص ولا حتى فاكرينه ولا عارفين البطل الحقيقي اللي خلص الزنزانه لوحده. وفي الاول وفي الاخر برضه يمكن الكلام ده كله كذب، وال5 اشخاص هم اللي حقيقيين. في الاول وفي الاخر احنا ما نعرفش ايه اللي داخل الزنزانه. المغامر الاسطوري اللي كان بيتلقب في زمانه قاتل التنانين دلوقتي بقى يعتبره مزيف. عالم غريب وعجيب. وجين وهي راكبه العربيه بتفتكر حاجه وبتقول في نفسها استنى بس لحظه، انا افتكرت القضيه اتفتحت تاني لما يوسونغ دخل المستشفى كمريض. استنى بس لحظه، وبالفعل بتخش على النت وبتبحث ان اللي خلص الزنزانه بتاعت العمالقه هما ال5 ابطال، ولكن في بعض الاشاعات ان يوسونغ هو اللي خلص الزنزانه دي بمفرده، وال5 ابطال اللي بيدعوا ان هما اللي خلصوا زنزانه العمالقه هما نهوا تماما عن كل الشكاوي ديت. وجين بتفهم حاجه مش واضحه لنا دلوقتي، وفي واحده من الرسائل بالجله بين نتائج الاختبار العملي قد ظهرت يرجى التأكيد من الاستلام، وبنتوجه ناحيه مدرسه المحاربين وخصوصا في قسم الغارات، واللي في واحده من الموظفين قاعده وبتتاسف لواحد قاعد قدامها بان هو ما خدش اي راحه بسببها، وديت اسمها شو، مدرسه في مدرسه المحاربين قسم السحر. والشخص اللي قاعد قدامها ده بيتضح لنا ان هو المعلم بتاع جين، واللي بيقول لها لا ما تتاسفيش، فانا المعلم بتاعك ولازم اشرف على كل النتائج وما حصلش حاجه يعني. وشو بتتمطع كده وبتقول انا مش بتكلم بصفه معلمه، بس طلاب السنه دي مش زي الطلاب السنه اللي انا كنت فيها، متغيرين تماما، احنا كنا اقوى طبعا. وقول لي دلوقتي يا استاذ، وهل تتوقع يا استاذي اللي هياخد المركز الاول هو، ولكن ما بيكونش ظاهر قدامنا دلوقتي هو مين، ولا قصدهم بيتكلموا على مين؟ وبنسيبهم بقى وبنروح لجين اول ما بتشوف النتيجه بتاعت العام اللي هم فيه، وبتتصدم وبتصرخ. وبنعرف من الكاتب السنه دي في مدرسه المغامرين ال3 اشخاص دول هم اللي جايبين الاول على المدرسه، واول واحد فيهم هو دياف. ودياف ده هو اكتسب مهاره السيف من ابوه، وهو مغامر من الدرجه البيضاء، بجانب طبعا الموهبه اللي هو اكتسبها من ابوه السحر، هو بيستعمل السحر. وتاني واحده وهي انيشا، على الرغم من ان هي عصبيه على الاخر لكن هي بتتحكم في المانا اللي بداخلها بشكل سلس، الا ان هي بتمتلك كميه مانا بداخلها مهوله، وكمان التحكم بتاعها في المانا يفوق شخص من الالف. الدم بتاعه نقي، المستوى بتاعه متوسط. وتالت واحد والاخير وهو شخص اتولد من قبل قزم وبشري، خلطوا الاتنين مع بعض وطلعوا الكائن اللي قدامنا ده، الكائن العملاق
اللي بيتصنف كأنه هو خد قوته ومتانة الأجسام مع مرونة ورشاقة البشر. الصفة الحلوة بتاع البشر والصفة الحلوة بتاع الأجسام اتجمعوا في جسد واحد، وهو بيتصنف كأحسن جسم ولياقة بدنية في المدرسة بالكامل. ده مش في المدرسة بس، واحد من أفضل الأجسام في العالم. واللي كانت بتشوف الأخبار دي كلها هي الموظفة اللي قاعدة مع المدرب بتاع جين، واللي بيكون حيرانة ما بين قوة الاتنين الألف وقوة الشخص التاني العملاق اللي مولود من قبل قزم وبشري. محتارة بقى الاتنين دول أقوى ولا هو، ومين هو اللي هيتصنف كأقوى شخص في المدرسة بالكامل. والأستاذ بيقول له رأيه في إن القوة الجسدية مش كل حاجة. ممكن واحد يكون رفيع ما عندوش أي بنية جسدية، وممكن واحد تاني يكون عضلاته كبيرة، واللي يفوز في النهاية هو اللي مش معضل. القوة الجسدية مش كل حاجة. وانت قولي لي دلوقتي، انت واقفة مع صف، وهي بتقول انا واقفة مع الواد اللي أبوه وأمه قزم بشري، فهو حلمه الوحيد إن هو يكون قائد عظيم، ومع ذلك فهو ما عندوش ولا صاحب، وما بيحبش يتكلم مع حد، أو ما بتتحسبش كده، فهو كسف يروح يتكلم مع حد. وكمان الطلاب اللي في المدرسة بالكامل، مش اللي في فصله بس، كلهم بيخافوا يكلموه لأنه هو عضلاته كبيرة وممكن إن هو يقتلهم في أي وقت وهو مش داري. فأحسن حاجة له وهتظبط من نفسيته يكون صديق وفي. والأستاذ بياخد الورقة اللي هو كان جاي عشانه وبيقوم وبيقول لها دي برضه مش حاجة مهمة عشان يعلم من قوته ويعلم من درجاته، في حاجات تانية كتير لازم نركز عليها. أنا عارف إن أنت خايف على تلميذك، ولكن علميه إن هو ما يركز على أصدقاء، خليه يركز على نفسه. وبيعدي 4 أيام على الموضوع ده، وبالتحديد الساعة 4:30 مع 2 من الاشخاص ماشيين في الشارع وعمالين يهزروا، ولكن مره واحده تلاقوا في شخص ضخم واقف قدامهم، والعصر اللي هم كانوا ماسكين الضلع على التيشيرت بتاعه، وهم بيبصوا وبيتصدموا وبيخافوا لان الشخص العملاق اللي واقف قدامهم ده هو نفس الشخص، وخلينا نسميه هو جاك. والاتنين اللي دلوا العصر على جاك بيكونوا مرعوبين لان بيبصوا لهم نظرات بتدل ان هو هيموتهم دلوقتي وهيلتهمهم، لكن على عكس المتوقع واللي هم مش متوقعين ان هو بيتاسف لهم، ان هو كان ماشي وكان بيفكر في حاجه وخبط فيهم وهو مش قاصد، ولكن هم بيقولوا له لا لا ما فيش اي حاجه، احنا اللي المفروض نعتذر لك، احنا اسفين جدا عشان احنا وصلنا لك الهدوم بتاعتك. وشاك بيعيط زي الطفل الرضيع وبيقول هو انا ليه حظي كده، وبيكون مشتاق جدا لامه، والظاهر كده ان هو فقدها، وبيفتكر فلاش باك من حياته الماضيه لما كان لسه طفل وامه كانت بتاكله، وكان فرحان جدا ومبسوط لانه هو قاعد مع امه، وامه اسمها سيوك، وهي بتتصنف كواحده من اقوى المغامرين الكوريين في شمال اوروبا، وهي كانت قاعده مع جاك وتحكي له كل القصص اللي حصلت معاه لما كانت في الحروب. فعشان كده جاك كبر وهو بيحب كوريا واهلها، وبفضل الظرف ده هو قدر ان هو يخش اكاديميه المحاربين بعد طبعا ما يجتاز كل الاختبارات المحولين. والمشكله الوحيده اللي كانت في جاك في ان هو من هو طفل لحد ما هو دلوقتي ما بيحبش يتعامل مع اشخاص، او ما بيعرفش ان هو يتكلم مع اشخاص الكوريين، او هو ما بيعرفش يتعامل معاهم لان هو مش مولود في كوريا ولا كان عايش في كوريا، وهو اتنقل لكوريا عشان يخش مدرسة المحاربين وبيتكلم كوري مكسر، فعشان كده بيكون خايف لا يتكلم معاهم ويغلط في اي كلمة ويتكسف قدامهم، وده هو السبب الوحيد اللي كان بيتكسف يتكلم معاهم. وبنرجع بقى من الفلاش باك وهو قاعد في الفصل وحزين على الاخر لان هو مكسوف يتكلم مع الاشخاص التانيين، وبيقول انا بكره شخصيتي على الاخر. وكانوا في 2 من الطلاب واقفين في نفس الفصل اللي هو قاعد فيه، وهم بيعتذروا منه لان هم زهقوا جدا، وهو ما بيردش عليهم لان هو مش عارف يرد عليهم يقول لهم ايه ولا عارف يتكلم معاهم، فعشان كده بيتضايق ويخرج يتمشى بره، وبيحس بالوحده وبيكون زعلان لان هو ما بيمتلكش اي صديق. وبيشوف 2 من الاصدقاء داخلين واحده من الاتاري، وبيفتكر امه لما كانت بتحكي له ان هي كانت بتخش الاتاري ديت هي واصدقائها وكانوا بيلعبوا على الكمبيوترات اللي جوه، فعشان كده هو كمان بيخش عشان يسجل ويلعب ويستمتع بوقته، ولكن هو بيلاحظ ان هو عوق جدا في التسجيل ده يا صديقي انك بتدفع الفلوس وتحط اسمك وبياناتك عشان تخش تلعب، وهو حاسس ان هو بطيء جدا لان في طابور كبير واقف وراه متضايقين منه، فعشان كده بيزهق وبيقول لا انا مش هسجل، فاشخاص كتيره جدا وراه مستنيين ومتضايقين مني وانا معطلهم، انا همشي من المكان كده كده اصلا ما معيش اي اصدقاء العب معاهم. ولكن في شخص بيظهر بيوقف وبيقول له استنى، والشخص ده هو صاحبنا ريو اللي بيقول له مش محتاج انك تسجل هنا، ممكن ان انت تسجل من جوه عادي ما فيهاش اي مشكله. وجاك بيبص له كده وكالعاده ما بيعرفش يرد عليه لان خايف لا يعيب على اللهجه بتاعته، وريو بيقول له يلا تعالى معايا جوه انا هوريك، الظاهر كده ان انت مش عارف تسجل هنا فانا هوريك تسجل ازاي جوه. وبالفعل بياخدوه ويخش وبيقعد على واحد من الكمبيوتر وبيعلمه ازاي يحط بياناته ويسجل، وبيقول له بمجرد ما تحط كل البيانات بتاعتك هيطلبوا منك ان انت تحط الفلوس، ويظهر قدامك حاجه كده واول ما تحط فيها الفلوس فانت كده يبقى انت انتهيت من التسجيل وتقدر تلعب اي لعبه انت تحبها.
وريو هو كمان بيقعد على الكمبيوتر اللي جنبه بيبدأ يسجل عشان يلعب، وجاك بيشكر عشان هو ساعده، وريو قال له لا شكر على واجب، الاشخاص اللي بعدها يا عمي مش مهم. وريو بيلاحظ ان اللهجه بتاعته متغيره وهو اجنبي مش كوري زيه، وبيلاحظ كمان ان هو ما دخلش اي اتاري قبل كده ولعب. وبيجيله رساله من جين وهي بتزعله وبتقول له انت هتيجي امتى، وهو بيقول لها انا هاجيلك الساعه 2:30 بكره. وهو بيكمل اللعب بتاعه بيقول في نفسه لو عارف ان انا هتاخر كده فما كنتش جيت، وكنت رحت السوق السوداء وبعت الحاجات اللي معايا الاول. وبيمسك واحده كده من الاغراض ولكن ما بيكونش واضحه دلوقتي وايه الحاجه اللي هو ماسكها ديت، وبيقول الحاجه ديت كانت في نفس الشنطه اللي كانت فيها الغذاء الملكي بتاع ملكه النحل، وانا ما اعرفش لحد دلوقتي هي ايه ولا ايه استعمالها، ولكن انا بظن كده ان هي مش بتتاكل. وفي الوقت الحالي انا هتجنب اي غذاء ملكي انا خدته من المهمه الاخيره اللي انا نفذتها، ومش هبيعه نهائي لان انا ممكن احتاجه، فانا لو احتجت فلوس في المستقبل فانا هبيع العنصر اللي معايا وهو عنصر دماء انكيل. والكاتب بيعرفنا هو دماء انكيل ده عباره عن ايه وبنعرف منه. وبيقول في يوم من الايام في غابه انجار كانت موجوده واحده من 3 اكبر كوارث داخل غابه انجار، واللي بيتلقب على طاغيه الارض انكيل، وحش كان لا يقهر، اي مغامر كان يخش الزنزانه او يجي ناحيته كان بيموت وما بيخرجش سليم. وعلى الرغم من قوه المغامرين الا ان برضه ما فيش اي حد عرف يقضي على الوحش انكيل. كل المغامرين اللي دخلوا ما عرفوش يجيبوا حاجتين بس منه، وهو شويه من الدم بتاعه وشويه من الحراشف بتاعته كمان، غير كده بس ما عرفوش يجيبوا اي حاجه ولا يعرفوا اي معلومات عنه تاني. والقلاده اللي مع ريو دلوقتي هي فيها شويه من الدم اللي المغامرين خرجوها وعرفوا ياخدوها من الوحش انكيل، وتمنها دلوقتي بيساوي الملايين، من بعد ما الحكومه اصدرت امر ان ما فيش اي مغامر يهاجم الوحش ده تاني، لان الوحش ده جاي عليهم بخساره وبيقتل اي مغامر بيخش ناحيته، فعشان كده اي حاجه بتتعلق بالوحش ده بيكون تمنها ثروات. وفي الوقت الحالي جينو قاعد عمال يلعب بيكون حاسس بالملل على الاخر. انا كنت هقابل جينو وكنت هخرج انا وياه وبعد كده اروح السوق السوداء عشان ابيع القلاده اللي هي اديتها لي، ولكن انا حبيت ارفع عن نفسي شويه وجيت هنا وانا دلوقتي قاعد هو مش عارف العب مع مين. واللي بيقعد تفكيره ده هو جاك اللي بيجي له بقول له بعد اذنك ممكن اقعد في الجهاز اللي جنبك ده عشان ما فيش اجهزه فاضيه. وريو بيقول له ماشي اقعد ما فيش اي مشكله. وجاك بالفعل بيقعد وبيفتح الجهاز اللي قدامه وبيقول انا ما اعرفش اي حاجه في الكمبيوتر ولا اعرف كمان الالعاب الحلوه من الوحشه لان انا اول مره اقعد على كمبيوتر. وجاك بيقعد على الكمبيوتر وبيفتحه وبيقول خلينا نشوف بقى الالعاب اللي فيه حلوه ولا وحشه. الظاهر كده ان الكمبيوتر اللي عندي في البيت احسن من ده بكتير وعليه الحق وعليه العاب احسن من الكمبيوتر اللي قدامي. واللي بيقطع تفكيره ده هو ريو واللي بيقول له ممكن تشاركني في اللعب انا ما عنديش اي اصدقاء العب معاهم. وجاك بيقول له ماشي ما فيش اي مشكله احنا هنلعب لعبتي. وريو بيقول له انت مستواك من مستوايا ممكن ان انت ترفض عادي لو مش عايز تلعب معايا ما فيش اي مشكله، ولكن جاك بيقول له لا انا عايز العب معاك. وبالفعل هما الاثنين بيبداوا يلعبوا ويستمتعوا بوقتهم وبنسيبهم بقى بنروح ناحيه واحده من المناطق الصغيره في سيول، واللي الكاتب بيعرفنا ان في واحده من الاراضي اللي هناك مهجوره اللي بتسمى بالندوب، وواحده من الاراضي اللي اتدمرت على احدى الوحوش لما نزلوا على كوكب الارض. دمروا مكان كبير ولكن البشر طوروا من نفسهم اكتر واكتر وقدروا ان هم يبنوا الارض دي تاني وطوروا منها كمان. والارض اللي البشر جددوها وبنوها تاني كانت جنبها الاراضي اللي فيها الوحوش، ولكن هم عملوا سور والسور ده برضه ما كانش كافي ان تخلي الوحوش ما يخرجوش، وفي بعض الوحوش القويه بيقدروا ان هم يعدوا السور ده عادي، ولما بيعدوا بيكون كارثه على المدينه لان بيدمروا في وقت قصير جدا عدد كبير جدا من البشر. ولكن في العشر السنوات الماضيه كان قليل اول لما الوحوش يعدوا السور اللي البشر بنوه. وفي يوم من الايام بيجي امر على المغامرين اللي واقفين حراسه على السور بان بوابه 11 اللي بتتصنف برتبه اس بتطلب ان هي تتفتح لان الشحنه وصلت. وبالفعل المغامر اللي قاعد بيفتح لهم البوابه وبيقول لهم تمام خشوا دلوقتي البوابه مفتوحه قدامكم. وبالفعل البوابه بتتفتح وبتخش شحنه كبيره جدا من الظاهر دلوقتي ايه اللي جواها شاحنه خاصه لنقل الوحوش متوسطه الحجم. وفي 2 من الاشخاص هم اللي كانوا بيقودوا الشاحنه ديت، السواق ومغامر تاني قاعد جنبه عشان يحمي الشاحنه من البشر المجرمين. والاتنين كانوا قاعدين يكلموا بعض ويسالوا نفسهم. والشخص اللي قاعد جنب السواق ده هو اسمه جو 31 سنه، كان مغامر من الدرجه الذهبيه ولكن هو دلوقتي اعتزل عشان اصابه في عينه، وهو دلوقتي اتوظف كعامل اداري في منظمه المغامرين. والسواق التاني اسمه سون هو برضه عامل اداري في منظمه المغامرين وسنه هو 22 سنه وكان مغامر بس مغامر سابق، وهو دلوقتي معتزل وهو كان مغامر من الدرجه البرونزيه وهو بصحه ممتازه بس هو اللي اعتزل بنفسه من غير اي اصابات، واللي كان متضايق على الاخر لانه هو اعتزل ومتضايق
جايه برضه من الشغلانه اللي هو فيها ديت. والشخص اللي جنبه بيقول له انت اللي اخترت ان انت تستكن من غير ما تتصاب اي اصابه، انت اللي تستحق ده يا وغد. ولكن فجاه هم ماشيين في الطريق بيحسوا بحاجه غريبه جدا بتحصل في الشحن اللي هم راكبينها، فعشان كده بيوقفوا العربيه على طول عشان المغامر جو ينزل ويشوف ايه اللي بيحصل. وبيقول له سون كلم دلوقتي المقر على طول، قول لهم ان احنا موقفين الشحن عشان نشوف ايه اللي بيحصل فيها لان بيحصل فيها حاجه غريبه. واول ما بينزل بيطلع الخنجر اللي في جيبه عشان لا يكون في اي حد هجم عليهم ولا حاجه. وسون بيطلع التليفون بتاعه وبيرن على المقر عشان يقول لهم على اللي بيحصل معاهم. وبالفعل بيخلص، ولكن اللي هو ما بيشوفوش ان الازاز بتاع الشحنه بيتملي بالدم. وبعد كده الباب الشحنه بيتفتح وواحد بيركب، وسون بيكون فاكر ان اللي ركبه ده هو صاحبه جين، فعشان كده بيقول له ايه اللي حصل، هو مين اللي هبد على الباب. ولكن اللي بتركب جنبه ديت هي واحده، والظاهر كده ان هي واحده من السفاحين، وظاهر على ملابسها وعلى وشها الدم، وبتقول له مرحبا. وبيتضح لنا ان هي قتلت المغامر اللي نزل عشان يستكشف ايه اللي بيخبط على الشاحنه، موتته بابشع الطرق وما خدش في ايدها غلوه، والظاهر كده ان هي قويه. وكمان بتاخد منه التليفون عشان تشوف الوحوش اللي هم حاطينها في الشاحنه. وسون اول ما بيشوفها بيتفاجئ وبيقول لها هو انت مين، وهي بتبص له كده بنظرات مرعبه وبتقول له مالكش دعوه، اتحرك والا هتحصل صاحبك. وهو بيتحرك من غير ما يتكلم ولا نص كلمه لان لو اتكلم فهو هيموت على طول. وبنرجع تاني لريو اللي بيكون قاعد وعمال يلعب ومستمتع بوقته هو وجاك، واللي ظهر عليهم كده ان هم بقوا اصدقاء وعمالين ياكلوا ويتكلموا وبيكونوا مبسوطين جدا بوقتهم. ولكن فجأة هم قاعدين بيحسوا بزلزال في المكان كله، ومش هم بس اللي حسوا بيه، ده جميع اللي موجودين في المكان. واول ما بنخرج بره الاتاري بنتلاقي في اشخاص واقفين وعمالين يصوروا لان الشحنه اللي كانت فيها الوحوش اللي ركبت فيها السفاحه وقتلت المغامر عملت دلوقتي حادثه ودخلت في واحده من المباني، وده اللي سبب الزلزال. وفي واحد من الاشخاص بيجي اللي ماسك تليفونه وبيقول له رن على طول على الشرطه عشان تيجي وتشوف ايه اللي بيحصل. ولكن هو بيكبر دماغه بيقول له سيبنا صور، في اشخاص كتير جدا في المكان غيرنا تلاقيهم هم رنوا على الشرطه على طول. وبنشوف السفاحه قتلت المغامر واقفه على واحده من المباني وبتتكلم في التليفون، وبيتضح لنا ان هي اللي كانت سبب ان الشحنه تخبط في واحده من المباني. واللي هي بيتكلموا في التليفون ده بيقول لها كنت هبقى ممتن جدا ليكي لو كنت عملتها في وسط المدينه. وهي بتقول انا فتحت الشحنه بس لحد دلوقتي مش شايفه اي حاجه بتخرج منها خالص. وهو بيقول لها استني بس شويه وهم يخرجوا، بس المهم دلوقتي ان المغامرين شويه كده وهيجوا وكمان الشرطه هتيجي، فعشان كده اهربي من المكان على طول والا هم هيمسكوكي. وهي بيكون واثقه من نفسها زياده عن اللزوم وبتقول له مالكش دعوه اقفل دلوقتي بس عشان الظاهر كده ان هم بداوا يخرجوا. وبالفعل يا صديقي بيحصل اللي هم كانوا عايزينه وكانوا بيخططوا ليه، في ان الوحوش اللي كانوا في الشحنه بيبداوا يخرجوا تحت انظار المدنيين اللي واقفين ومصدومين لان اللي بيخرج من الشحنه ديت هي وحوش كتيره، والوحوش ديت بتسمى ذو القرن. كل ما القرن بتاعتهم ازدادت كل ما ازدادت قوتهم، يعني زي الوحوش اللي لسه طالعه من شويه دول، هم دلوقتي بقرن واحد بس، يعني مش قويين بس برضه قويين كفايه ان هم يدمروا المدينه اللي هم فيها ديت في خلال بس نص ساعه لان هم عددهم كبير. والسفاحه بتقفل المكالمه على طول وبتبص على الوحوش كده وبتبتسم ابتسامه شريره وبتقول في خلال 5 دقايق بس هيكونوا مدمرين نص المكان اللي هم واقفين فيه. وبالفعل اللي هي كانت بتقول عليه بيحصل لان الوحوش بيخرجوا باعداد كبيره جدا على البشر وبيبداوا يقتلوا فيهم بابشع الطرق، اي حد بيقتلوه ما بيسموش على صغير او كبير، اي حد بيجي تحت ايدهم بيتقتل على طول. ولكن بتظهر الهالة المعتادة بتاعت صاحبنا اللي بيكون ظاهر في المكان بسرعة كبيرة جدا عشان يدافع عن المدنيين. وفي واحد من الوحوش كان خلاص على وشك ان هو يقتل واحد من المدنيين، لكن ريو بيكون له بالمرصاد وبيديله بالرجل في وشه، بينطروا من المكان وبيرجعوا لورا تحت انظار المدنيين اللي مصدومين من قوة الشخص اللي ظهر قدامهم فجأة، واللي الضربة بتاعته ديت رجعت الوحش لورا على الاخر. وريو اول ما بينزل على الارض بياخد وضع الهجوم على طول وبيبص كده للمدنيين وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، انتوا واقفين بتتفرجوا، اهربوا من المكان والا هتموتوا. وهم بالفعل بيبداوا يهربوا من المكان وهم مرعوبين. واول ما بيركز على الوحش اللي هو ضربه ده بيعرف على طول وبيقول الوحش ذو القرن. ومن حسن الحظ دلوقتي ان هو بقرن واحد، يا رب بس يكون كل الوحوش بقرن واحد ما يكونش فيهم بقرنين، لان لو فيهم بقرنين فهيكون صعب على الاخر ان انا اقتلهم. ولكن فجاه بيتصدم لاني بتتشيل عليه مكان الريس بيكون داخله على وشه مباشره وخلاص هتصيبه، ولكن هو بيتفادى على اخر لحظه وبينط من المكان، والمكان الريس يا خساره بتنزل على الارض بتتكسر وما بيلحقش ياخد نفسه، وبتلاقي الوحش اللي شال المكنه ديت منقض عليه. ومن حسن حظ صاحبنا الزفت الوحش ده بيكون بقرنين، معنى كده ان قوته كبيره جدا عن الوحوش التانيه. لكن ريو بتترك الامر على اخر لحظه وقدر ان هو يتفادى الهجمه ديت، ومش بس كده ده اداله بالرجل في وشه رجعه لورا عشان يستعيد قوته وعافيته ويقدر ان هو يهاجمه بكل قوته. وبنعرف من الكاتب ان الوحوش ديت بتتراوح السن بتاع من 5 ل6 سنين وما بيكملوش 10 سنين وبيكونوا
بيكونوا ماتوا، ولكن في 8 منهم بيحصلوا على قرنين مش قرن واحد، وده بيسمح لهم بزيادة قوتهم وكمان زيادة عمرهم، ومع زيادة عمرهم دول بيبدأوا يتكاثروا ويخلفوا وحوش تانية أكتر منهم وأقوى منهم بكتير في وقت صغير جدا. والوحش اللي بقرنين أول ما بياخد الرجل من ريو بيصرخ على طول وبيغضب على الآخر، وريو بيكون واقف وبيكون خايف بعض الشيء. لازم دلوقتي أركز بس على الآخر مع الوحش، هو صعب جدا علي إن أنا أعرف أقتله لوحدي، ولكن قتله مش مستحيل، فأنا هحاول بكل جد إن أنا أقتله. المشكلة الوحيدة دلوقتي إن بتواجهني إن هم جامدين زيادة على اللزوم، القوة الجسدية بتاعتهم والنشفان بتاعهم، وده هيسبب لي مشكلة كبيرة جدا في إن أنا أقتلهم. ده حتى الأشخاص اللي بيضخموا في جسمهم الوحوش ديت جامدة وصلبة أكتر منهم بحوالي 4 مرات. وكمان المشكلة التانية اللي بتواجهني دلوقتي إن أنا ما معيش أي سلاح ولا أي معدات عشان أعرف أقاتل بيها، فلو كان معايا السلاح بتاعي فأنا كنت أقتلهم كلهم ومش هياخدوا في إيدي غلوة. والوحش اللي برني مش هيخليه يفكر كتير وبيهجم عليه بالقبضة القوية بتاعته بعينه اللي بتشعل بالهالة، ولكن ريو بينط في الهواء وبيشخ رأسه وبيتفادى الهجوم دي على آخر لحظة. ومن قوة الهجمة اللي كانت هتسيب ريو أول ما بتلمس الحتة اللي وراه بتتدمر حرفيا من قوتها، وريو بينزل كده وراه وبيكون مرعوب من القوة اللي بيمتلكها الوحش ده، لأن المبنى اللي خد الضربة ديت بيتهد حرفيا. وخطورة الوحش ده هو 3 نجوم، الوحش اللي بقرنين، أما الوحش اللي بقرن واحد هو معدل الخطورة بتاعته هي نجمة واحدة. والصعب على ريو دلوقتي مش ان هو قوي ولا حاجة، والصعب على ريو دلوقتي في ان هو يقتل الوحوش ديت ان هو مش بيمتلك السلاح بتاعه في الوقت الحالي، فعشان كده بيقرر ان هو يخترع السلاح من دماغه وبتواجه ناحية العمود الاشارة عشان يشكل منه سلاح، وبالفعل بيكسر الحتة اللي هو ما كانش محتاجها وبياخد الحديدة الباقية اللي محتاجها عشان تساعده في قتل الوحش اللي بيهجم عليه بسرعة كبيرة جدا. وريو خلاص خد اللي هو عايزه، فعشان كده بيفعل واحدة من المهارات بتاعته والهالة بتحوطه من كل مكان، وكمان بيضغط المن اللي بداخله في السلاح اللي هو لسه عامله عشان يخليه اصلب واقوى من كده، وبيجهز خلاص عشان يخش ويقتل الوحش، ولكن الوحش بيفاجئه لان بينط من فوق وبيعديه وبيتجاهله تماما. وريو بيستغرب كده وبيبص وبيقول هو الوقت ده رايح فين، واول ما بيبص كده بتلاقيه عمال يقتل في البشر اللي واقفين وراه ويدمر في المدينه، وفي 3 اشخاص واقفين ومش عارفين يعملوا وخايفين ومرعوبين وواقفين ومش عارفين يتحركوا من الخوف. والوحش ده بينقض عليهم خلاص وبيكون على وشك ان هو يقتلهم، وبيوجه قبضته ناحيتهم، وخلاص لو القبضه دي اتلمست الاطفال دول فهم يسحقوا تحتيه. ولكن بتظهر ايد من العدم بتصد الضربه اللي كانت جايه من قبل الوحش، واللي صد الهجمه ديت هو جاك اللي بيقف ويتصدى للهجمه ديت. وكمان ما بيكتفيش بكده، ده بيجز على اسنانه وبالايد التانيه بيشكل قبضه وبيوجهها ناحيه الوحش ده مباشره في بطنه وبيديها له وبيرجعه لورا. وجاك هو اصلا في الاساس هو مدافع مش محارب زي ريو، والوحش اول ما بياخد الضربه ديت بيستعيد توازنه تاني وبيقف وبيستعد عشان يهجم عليه تاني. وجاك هو واقف بيقول في نفسه من حسن الحظ ان انا انقذت الاطفال ورجعته لورا وما خليتوش ان هو يقتلهم وجيت في الوقت المناسب، ولكن انا برضه في الاول وفي الاخر ما معيش سلاح عشان اعرف اقتله، فلازم اخد حذري منه كويس جدا. وهو بيفكر هو ازاي هيعمل في المشكله اللي قدامه دلوقتي، بيتصدم لان الوحش اللي جاي عليه ده بيكون فوق هو ريو نازل عليه بالسلاح الجديد اللي هو صنعه، وهي لالا بتتدفق منه وبيقول له انت بتتجاهلني كده بكل جراءه، انت بالفعل حسالة وانا هقتلك دلوقتي يا وغد. وبركز السلاح بتاعه في رقبه الوحش وبالفعل بينزل عليه، ولكن الوحش بيكون صلب بطريقه مش معقوله، فعشان كده بيضخ كميه منى اكبر واكبر في السلاح بتاعه عشان تقدر تكسر الدرع اللي هو بيحوطه. وبالفعل ده اللي بيحصل تحت انظر جاك اللي واقف مصدوم من قوه الشخص اللي قدامه، وبالفعل بيكون ريو قاضي على الوحش اللي قدامه ده ونزله على الارض جثه هامده. واول ما ريو بينزل وبيبص جنبه كده بتلاقي جاك، وجاك هو كمان ما بيكونش عارف ان ده هو ريو صاحبه، واول ما الاتنين بيبصوا على بعض وبيطلعوا بعض بيستغربوا، ولكن الوحوش مش هتخليهم يستغربوا اكتر من كده لان هم بيعوصوا فسادا في المدينه، وفي وقت صغير بس كانوا مدمرين على نص المدينه اللي هم فيها وقاتلين الناس اللي فيها. فعشان كده ريو بيقول في مجرد دقيقه واحده بس دمروا معظم المدينه اللي احنا فيها وقتلوا عدد كبير جدا من البشر، فعشان كده انا لازم اسرع من حركته اكتر من كده والا عدد كبير جدا من المدنيين هيموتوا. وجاك بيقول له يا ريو لسه فاضلش غير دقيقتين على وصول النجدة، والدقيقتين دول وقت كبير لان كل ثانيه بتعدي على الوحوش ديت بيقتلوا عدد كبير جدا من البشر اللي مالهمش اي ذنب. والكاتب بيعرفنا ان المدافعين اللي زي جاك بيمتلكوا مهارة، والمهارة ديت ان هما بيصرخوا صرخة بتزلزل المكان من قوتها،
اسمها صرخة ذات تردد عالي. اي مغامر مدافع بيتعلمها، وبمجرد ما المدافع يصرخ الصرخة ديت بتجذب كل الوحوش اللي في المنطقة. وجاك هو عارف المهارة دي كويس جدا، وعارف لو هو صرخ الصرخة ديت هيجذب الوحوش وهيكسب شوية الوقت عما النجدة تيجي. ولكن هو مش عايز يجازف بصاحبه. اول واحد صاحبه يكلمه حلو ويقضوا وقت حلو هما الاتنين مع بعض لما يجذب الوحوش ناحيته، فعشان كده بيكون متردد ان هو يعملها. ولكن ريو بيقول له لا اصرخ، انت مدافع وانا عارف ان انت بتمتلك المهارة ديت، ما تبصليش كده ويلا اصرخ ما تضيعش في وقت. وجاك بيقول له بس يا ريو الامر هيكون خطير جدا علينا احنا الاتنين وممكن انت تموت في اي وقت. ولكن ريو بيقول له مالكش دعوة، انت لو كنت انت وهدفك كنت هتصرخ، انت مش عايز تصرخ دلوقتي عشان ما تخسرنيش، ولكن انا اللي بقول لك اصرخ ومالكش دعوة. انا فرحان على الاخر لان احنا الاتنين قضينا وقت حلو جدا مع بعض واحنا بنلعب، ولو احنا خرجنا من هنا ان شاء الله باذن الله واحنا مش متصابين باي ضرر فالصداقة بتاعتنا ديت هتكمل للنهاية وانا هكون واحد من اصدقائك. وريو بيقول في نفسه انا الكلام ده ما بحبوش ومش عايز اقوله، ولكن عشان ابقى زي ابويا واحمل مدنيين من الوحوش ديت فلازم انا اتخلى عن بعض من الكبرياء بتاعي. ويلا يا جاك دلوقتي صرخ ومالكش دعوة بيا. وهما الاتنين كده بيقفوا مستعدين على الاخر على الوحوش اللي هتيجي ناحيتهم. وبداخل واحد من الماركات في واحدة من البشر قاعدة مستخبية وعمالة تعيط من الوحش اللي وراها وبيطاردها، واللي ماسك واحدة من الجثث وكان خلاص على وشك ان هو يشوف مكانها. جاك بيقرر ان هو يصرخ الصرخة اللي ما كانش عايز يصرخها، وبيبدا يشوف الهواء اللي في المكان بالكامل. وعلى الاتجاه التاني الوحش بيكون شاف البنت اللي كانت مستخبية وبيكون خلاص على وشك ان هو يقتلها، ولكن جاك بيكون انهى من امتصاص الهواء. وبعد كده بيصرخ الصرخة الكبيرة اللي بتهز المكان من قوتها وبتنتشر في كل مكان وكل وحش بيسمعها. واول ما الوحش اللي كان ماسك البنت ده على وشك ان هو يقتلها بيسمع الصرخة ديت، فعشان كده بيسيبها وبيتوجه ناحيته. والسفاحة هي كمان بتسمع الصوت وبتقول هو ايه الصوت ده؟ مين الوغد اللي بيعطل الوحوش اتباعي في ان هم يدمروا المدينة؟ وجاك بيكون ناجح ان هو يجذب كل الوحوش وبيقف وياخد وضع القتال، والوحوش بيكون خرجوا باعداد كبيرة جدا من ضمنهم وحشين بيمتلكوا قوة اكبر من الوحوش التانيين لان هم عندهم قرنين مش قرن واحد. بيدوا الامر على طول الوحوش التانيين ان هم يهجموا عليه، وبالفعل الوحوش اول ما بياخدوا الامر بيهجموا عليه بسرعة كبيرة جدا وبقوة اكبر باعداد كبيرة كمان. وجاك واقف بكل جدارة ومش همه اي حاجة، ولكن بيلاحظ ان في واحد من الوحوش جاي من فوقه ضربة من ضرباته القوية، ولكن جاك بيتدرك الامر على اخر لحظة وبيصدها بايده وبيجهز الايد التانية وبيفعل فيها الهالة وبيديله واحدة في بطنه بينطره له بعيد. بيكون قادر ان هي تنزله على الارض ميت، ولكن هو بيكون واقع في مأزق لان 4 من الوحوش مرة واحدة داخلين عليه، وهو لو قتل واحد بضربة واحدة بس فالاربعه دول اقوياء برضه مش هيعرف يقتلهم برضه مهما كان هم عددهم كبير. وفي نفس الوقت بيكون الوحشين اللي بقرنين بيكونوا واقفين وبيلاحظوا ان صاحبنا ريو كان واقف فوقهم وبيشاهد كل ده من البدايه، وبينط عليهم على طول وبينزل على الارض بكل فخامه. وبيقول 2 منهم بيمتلكوا قرنين، معنى كده ان هيكون صعب عليا ان انا اعرف اهزمهم بسهوله. وبيلاحظ كمان ان في مجموعه من الوحوش بتجمع الجثث اللي هم بيقتلوها ناحيه الشاحنه اللي هم كانوا طالعين منها، وما بيكونش عارف هم بيعملوا كده ليه. ولكن الوحشين اللي بقرنين ما بيخلوش يفكر كتير لان هم الاتنين بيهجموا عليه على طول مره واحده. وجاك بياخد نفسه كده وبياخد وضع الاستعداد، وجاك بيقول احنا دلوقتي بنقاتل في المدى القريب وللوحوش جايه بتمتاز في القتال اللي على مسافه قريبه، هم بيمتازوا في ده وهيكون لهم الافضليه وهيكون لهم السلطه العاليه في القتال. وكمان الاسوء ان انا وريو ما بنمتلكش اي معدات عشان ندافع بها عن نفسنا، والاربع وحوش اللي بيهجموا عليه دول بيقدروا ان هم يصيبوه في كل مكان من جسمه، ولكن هو بيكون مستحمل. وبقى لازم انا استحمل لدقيقه واحده بس عما النجده تيجي والشرطه يجوا، والمفروض دلوقتي هو اللي ينجز ويقتلهم هو ريو لان هو اللي بيمتلك الافضليه، لان هو مش مدافع، لان هو قوته هجوميه. وريو بيكون عامل اداء فوق العالي بيهاجم الاتنين مع بعض، ما بيدوهمش اي فرصه ان هم يهجموا، وبيروح ناحيه واحد منهم وما بيدوش ضربه واحده بس، ده بيدوله 5 ضربات في لحظه واحده. ولكن عشان الوحوش ديت بتمتاز بالصلابه بتاع جسمهم، ولكن الهجمات الصغيره ديت مش هتفيد باي حاجه، بتعمل بس مجرد خطوش في الوحوش ما بتسيبهمش اصابات خطيره. وريو بيكون عارف ده كويس جدا، وهو السلاح اللي في ده مش مساعدني بحاجه، فانا لو كان معايا السلاح الحقيقي بتاعي فكان ساعدني بشكل كبير جدا ان انا اقتلهم. واسم السلاح بتاع ريو هو عصا إجريس. المواد المستعمله مش واضحه دلوقتي، اما بقى السلاح اللي هو بيستخدمه دلوقتي
هي اسمها عصا إشارة المرور. المواد المستعملة هي خليط ما بين الحديد والألمنيوم. وريو بيقول في نفسه هي قوته ضعيفة جدا عن السلاح بتاعي الأساسي، ولكن أنا بقوتي الكبيرة والمنى اللي بداخلي هعلي من قوته واخليها أقوى من كده. بس أنا هتجنن لما خالجين دخل الاختبار وبدأ إن هو يقتلني. كان بيقتلني بس بمجرد إيده، وأنا كنت معايا السلاح بتاعي، وأنا كان معايا السلاح بتاعي، ومع ذلك برضه فأنا معرفتش أهزمه، وهو اللي هزمني في النهاية. والوحش اللي بقرن ما بيخلوش يفكر كتير لأن بيهجم عليه بالسلاح بتاعه القوي. وريو بيتفادى الهجمة ديت وما بيسكتش لحد كده. ده بيبعت له سيشن من السلاح بتاعه ناحية دماغه، ولكن ديت ما بتأثرش على الوحش نهائي. وريو بيلاحظ إن الوحش التاني جاي من وراه، فعشان كده بيقف وبيستعد له وبيقول لازم أنا أكون مركز لأن هما بيطلعوا لي في النقط العامية اللي أنا ما بشوفهاش، وفاللي غلط مني ممكن ينهي حياتي. وبيهجم على واحد منهم وبيركز بس على القرن بتاعه، بيقدر بالفعل إن هو يكسره وبيسبب له كدمات في وشه. وبتوجه ناحية التاني وبيضربه بالسلاح بتاعه في بطنه بيشقلبه في الجو. واللي القرن بتاعه اتكسر ما بيسيبش حقه كده مرمي على الأرض، بيفعل الهالة الحمراء على ايده وبيتوجه ناحية ريو وبيبعت له سلاشات من بعيد. وريو بينفذ الحركات اللي خالجين كان بينفذها قبل كده، بينفذها بكل سلاسة وبكل حرفية. وبقول ده أول مرة استعمل مهارات حد. ديت المهارة الرابعة اللي اتعلمها، وهي مهارة الضربات المتعددة. وبالفعل بينفذ المهارة ديت زي ما هو اتعلمها بالظبط. بيضرب الوحش ديت بسرعة كبيرة جدا لدرجة ان احنا بنشوف ان هو صنع 4 نسخ منه، وبيهاجموا الوحش ب4 قرون ده في لحظة واحدة بس. وبالفعل بيقدر ان هو ينزله على الارض، ولكن ما بنعرفش هو مات ولا لا، لان الوحش التاني بيجي من وراه بيغفله وبيمسكه من رجله. وريو بيكون واقع في مأزق وبيكونش عارف يفلت من الهجوم ده ازاي. والوحش ده بيخبطه على الارض من قوة الاصطدام. الارض من تحت بتتدمر، وريو كمان بيبدأ يكح دم وينزف دم من بقه كتير. والضربة دي اتصابته بشكل كبير وبيبدأ يقوم تاني ويستعيد قوته. 2 ضد 1 مش هيكون عادل تماما، ولكن ما قدامش خير غير ان انا اقتلهم او انا اللي اتقتل دلوقتي. ليه هو بيقول كده؟ لان الوحش اللي قدامه بيحضر له الهجمة الاخيرة وبينزل عليه بسرعة كبيرة جدا. وريو قاعد ومستسلم خالص للموت وما بيكونش عارف يعمل اي حاجة. ولكن تفتكر ان ريو هيموت؟ جاك بيجي في الوقت المناسب بالظبط، بيدي الوحش ده بنيه في وشه وبيترجعه على لورا وبينقذ ريو. وريو بيشكره على اللي هو انقذه وبيقول له مع ان انت قوتك الدفاع، قوة اللكمة بتاعتك قوية بالفعل. ويا ترى هل ترى ريو وجاك هيقدر ان هم يخلصوا على الوحوش ديت كلها لوحدهم، ولا هيقدروا يكتسبوا الوقت عما انك ده تيجي؟ ده كله اكتر اللي نعرفه في الحلقات الجايه، فلو متحمس انك تشوفها انزل اعمل لايك واشتراك. ويلا سلام على السلام. سلام.